إذا قالوا لكم لو كان المولد جائزا، لو فيه خير لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لفعله أبو بكر، لفعله عمر، كيف بتردوا عليهم؟ تقولون لهم هذه القاعدة التي شرحها علماء الأصول: الترك لا يعني التحريم. الترك لا يعني التحريم. شو يعني؟ إذا بدنا نحط لوح مثلا ونكتب على هذا اللوح الأشياء والأعمال المباحة الحلال التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي لم يقل افعلوها، تجي معنا بالمئات أو بالآلاف أم لا؟ فهل لكون الرسول لم يفعلها صارت حراما؟ شفتوا كيف؟ الترك لا يعني التحريم. ما قال أذنوا على مكبرات الصوت، ما قال أنشئوا إذاعة ما يسمى القرآن الكريم وإذاعة ما يسمى السنة النبوية، ما قال أذنوا على المكبر الصوت في المسجد الحرام في مكة ولا في المدينة، ما قال أنشئوا المطابع لطباعة المصاحف، ما قال اطبعوا المصاحف، ما قال انقطوا المصاحف، ما قال حركوها واشكلوها، ما قال شددوا الكلمات المشددة في المصحف، ما قال رقموا الآيات، ما قال ضعوا العلامات، ما قال ضعوا الأحزاب والأجزاء، ما قال ضعوا أسماء السور في أول كل سورة، ولا عدد الآيات ولا اسم السورة ولا مكية أو مدنية. وكل هذا يفعلونه في المصاحف التي في أيديهم، والرسول ما فعله ولا قال افعلوا، وهم يفعلون والمولد يحرمون، والمولد يحرمون. وعندنا مئات وأعني ما أقول، مئات أسماء العلماء والحفاظ والفقهاء والمحدثين والأولياء والملوك والأمراء والسلاطين ممن ألفوا في جواز المولد أو احتفلوا أو استحسنوا أو أفتوا بجواز ذلك. ومن أراد أن يرى العدد وأسماء الكتب وأسماء العلماء والتواريخ فليراجع كتاب الكوكب المنير، الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير. هذا الكتاب مطبوع موجود بين إخواننا، نحن عملناه، فيه نحو 300 كتاب وعالم واسم ومفتي وقاضي وحافظ ومحدث وإمام ومفسر، قريب 300 اسم. كل هول ضلال، كل هول كفار. ابن حجر العسقلاني، السيوطي، السخاوي، شيخ الحفاظ العراقي، فلان وفلان وفلان، بالمئات.